welcome back to my YouTube channel. النهاردة هنكمل على الفيديو بتاع التساقط والفراغات الأمامية، وهنضيف عليهم مشكلة الصلع الوراثي والثعلبة والتانية والمينوكسيديل، وأسئلة كتير حواليه زي بيشتغل ازاي وبياخد قد ايه، وهل الشعر بيقع بعد ما أبطل استخدمه، وهل هو بيزود شعر الجسم ولا لأ، وايه التعليمات اللي المفروض امشي عليها عشان اجيب ريزلت كويسة. طيب حابة برضو ازود على الفيديو اللي فات ان من اسباب التساقط برضو البيبي ليس والسشوار، وكتر استخدامهم حرفيا بيدمر الشعر وبيخليه يتساقط بنسبة كبيرة. كمان الاكستنشن عشان هو بيثبت على الشعر الطبيعي، وده بيعمل ضغط كبير على بصيلات الشعر. ومش بس كده، ده كمان احنا لما نيجي نخلع الاكستنشن ده بيؤدي ان الشعر الطبيعي بيقع معاه، وبالتالي بيحصل فراغات. كمان من اسباب التساقط اننا نسرح شعرنا بمشط قاسي، وعشان كده افضل حاجة هو المشط الخشبي which is السنان بتاعته بتبقى واسعة. بعض الامراض برضو زي الثعلبة او السعفة، مش عارفة انا نطقتها كده صح ولا لا، اللي هي التنية، ودي بنعرفها ازاي؟ بتكون عبارة عن دايرة جلدها ناعم وحساس، وساعات بيكون مقشر، وممكن توسع او تنتشر لو الموضوع سكت عليه. والجلد بتاعها بعد ما يقشر بيبقى احمر او رمادي، وقتها الشعر بيبقى هش وضعيف وسهل يقع جدا. علاجها بقى ان احنا بنستخدم شامبو طبي مع علاج مضاد للفطريات، والشامبو الشخص بس هو اللي يستخدمه عشان نتجنب ان العدوى تنتقل. وكمان الالوفيرا جل الصبار مفيد جدا في موضوع تساقط الشعر ده، لانه بيقضي على الفطريات اللي على الفروة، وبيعالج انسداد بصيلات الشعر اللي ممكن تكون مسدودة بسبب الزيوت الزايدة. طيب ننتقل على موضوع الفيديو الاساسي وهو المينوكسيديل. معظمنا عارف قصة المينوكسيديل، انه في البداية اول ما اكتشفوه كان هو علاج للضغط العالي، وكان بيتاخد في شكل اقراص. وبعد كده ابتدوا يلاحظوا سايد افكتس، اعراض جانبية، وهي ان الشعر بدأ يزيد بشكل ملحوظ. فبدأ الدكاترة يبحثوا في الموضوع ده ويشتغلوا عليه، بحيث ان هو يكون دواء موضعي يترش في الحتة الفاضية في فروة الراس وتطلع شعر. واوريدي نجح، وبقى اول واقوى برودكت يستخدم لعلاج الصلع الوراثي او الفراغات. طيب نيجي للبوينت اللي بعدها، وهو ازاي بيشتغل. طيب mainly هو بيشتغل عن طريق انه بيوسع الاوعية الدموية. فلما يوسع الاوعية الدموية كده بيوصل لبصيلات الشعر دم اكتر وغذاء اكتر واكسجين اكتر، فبالتالي بتاخد اماونت كافية من الغذاء اللي هي بتبقى محتاجاه، وبتكبر وبتنبت شعر جديد. وكمان بيساعد ده لو الغذاء بتاعي كويس. طيب هل المينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي بس؟ يعني لو انا عندي فراغات وما عنديش صلع وراثي ينفع استخدمه؟ ينفع عادي تستخدميه، هو مش علاج اساسي، بس هو عامل مساعد لتحفيز الشعر على النمو لحالات كتير جدا، منها لو حد عنده فراغات، او حد عنده بروتين وشعره وقع، لو حد كان عامل صبغة وشعره وقع برضو، او حتى لو حد عنده نقص فيتامينز او خلل هرموني معين وعايز يظبطه. هو مش علاج، هو عامل مساعد، وكمان لو خدت عليه حاجات تانية تساعد في الموضوع ده هيجيب نتيجة كويسة جدا. طيب نيجي لأهم سؤال كله بيسأله وفيه كلام كتير حواليه غلط، هل لو انا استخدمت المينوكسيديل لازم اكمل عليه طول حياتي؟ الموضوع هنا حسب الحالة بتاعتك وحسب طريقة استخدامي للعلاج. يعني لو احنا مثلا عندنا فراغات او ثعلبة او مشكلة معينة، او مثلا لو كنت عملت حاجة في شعري، صبغة او بروتين ووقع، وحلينا سبب المشكلة، يعني مثلا لو كان حد عنده نقص فيتامينز ياخد الفيتامينز دي، او مثلا لو كان عندي ثعلبة ناخد علاجها الاول زي ما قلت في اول الفيديو، او ايا كان الدكتور كان كاتب علاج ايه، وخلاص كده احنا حلينا مشكلة وخلصنا واستخدمنا المينوكسيديل معاها. بعد بقى انتهاء فترة الاستخدام هلاقي شعر جديد كويس والموضوع فيه كثافة، وحلينا المشكلة الاساسية، وجيت اوقفه مش هيقع طالما انا اوريدي حليت المشكلة الاساسية. ده لو كان انا عندي اصلا مشكلة. بتغذى كويس، وخصوصا الخضار وخاصة الجرجير والمية مهمين جدا. عاوزة شعرك يطول، جرجير ومية، جرجير ومية على طول. وحابة اقول حاجة هتبسط اغلب الناس، ان 90% من اللي جربوا المينوكسيديل الشعر الجديد بتاعهم طالع ناعم وبصحة كويسة. هو في البداية بيبقى بيبي هير كده، وبعد كده مع الاستمرار والتغذية السليمة الموضوع بيبقى فيه كثافة فعلا. سؤال بقى مهم جدا، وهو امتى بقى الشعر الجديد ده يقع، او هل بيقع ولا لا؟ عشان كده برضو حاجة مهمة لازم نعرفها، اني انا لما اجي اوقفه ما وقفوش مرة واحدة، الموضوع لازم يقف بالتدريج. يعني انا ما ينفعش ابقى بدي شعري اماونت كبيرة من الدم والغذاء بيكون متعود على سيستم معين وحاجات كتير واصلاله، واجي موقفاها كلها مرة واحدة، ما طبيعي يقع.
لازم اوقفه بالتدريج. يعني مثلا بدل ما كنت بستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل كل يوم، استخدمه مثلا مرة واحدة في اليوم لمدة اسبوعين، بعد كده هبدأ استخدمه يوم ويوم، بعدها يومين في الاسبوع، وهكذا. فبكده انا بدرج استخدامه للشعر عشان الشعر يتعود على انسحابه، فالشعر اللي طلع جديد ما يقعش. ويا سلام بقى لو استخدمنا معاه فيتامينز مفيدة للشعر زي اللي قلتها في اول فيديو. اما بقى لو في حالة الصلع الوراثي، طيب بنعرفوه ازاي؟ في السيدات بيظهر بطريقة معينة، وهو انه بيبتدي من عند نص فروة الراس انها تفضى، وبعد كده واحدة واحدة بتلاقي ان هو مفهوش شعر نهائي. اما عند الرجالة فبيبتدي خط الشعر هنا يرجع لورا، او من الجنبين، او حتى الحتة اللي ورا دي بتبتدي تخف خالص لحد ما بقاش فيها شعر نهائي. وفي الغالب لازم حد من العيلة عنده الموضوع ده، لان مينلي الموضوع كله وراثة. وحابة اقول ان لازم نهتم بالموضوع ده وهو لسه في اوله، وهو لسه في بداية التساقط. يعني لو انا عندي الحوار وراثي واستخدمته، ساعتها هيطلع شعر جديد وكثيف. كل ما نتأخر الشعر هيطلع اقل. ولو وصلت لمرحلة متأخرة، ساعتها ما تستناش من المينوكسيديل السحر، او ان هو ولو وصلت لمرحلة متأخرة ما تستناش ساعتها من المينوكسيديل ان هو يعمل لك سحر ولا يطلع لك شعر جديد بعد ما الدنيا اختفت خالص. اقصى حاجة ممكن يعملها انه يحافظ على الشعر اللي موجود ويوقف لك التساقط. عشان كده لازم ندي الموضوع اهتمام ونبتدي بدري بدري. لو لاحظنا تساقط او عرفنا ان ده صلع وراثي. في مثلا في سن المراهقة كده ساعات الموضوع عندهم بيبتدي بدري، فلازم نهتم وقتها. في الحالة دي بقى طالما عرفنا وتأكدنا ان هو تساقط وراثي، فلازم اعرف نقطة ان انا هبتدي استخدمه طول العمر. لان هنا ده مش علاج ابدا، لان التساقط هنا عندك صفة وراثية ثابتة، ووجود المينوكسيديل بيخففها وبيخلي الهرمونات المسؤولة عن الصلع تقف. في حالة الصلع الوراثي بس هو اللي لازم نستخدم المينوكسيديل مدى الحياة. ليه؟ عشان هرمون ال DHT بيلزق في بصيلات الشعر وبيخليها تضعف وتنكمش. المينوكسيديل هو اللي بيقدر يوسع الأوعية الدموية، وبالتالي لما يوسعها هيقدر يوصل أماونت كبيرة من الدم لبصيلات الشعر، بالتالي هيوفر حالة صحية كويسة للشعر. ففي حالة الصلع الوراثي بس هو اللي لو وقفنا استخدامه الشعر هيقع تاني، لأن أصلا دي صفة ثابتة والهرمون لسه موجود بتاع الصلع. طيب دلوقتي هنتكلم عن التركيزات بتاعته. في 2% وده المفروض للسيدات، وال5% وده للرجالة. بس اكشلي ال2% ده ضعيف جدا وقليل جدا لو لقيت دكتور كاتبه لواحدة سيدة او بنت. فعشان كده جيبوا ال5%، وما تقلقوش لو جبتوه مكتوب عليه للرجال فقط، هو بس عشان التركيز الاعلى والمفروض انه للرجالة. بس حرفيا ال2% بتاع السيدات مش افكتيف وما بيجيبش نتيجة. اسماء كتير في السوق ومش هتفرق كلهم نفس المادة الفعالة المينوكسيديل، وال5% هو اللي هيفيدكم. في بقى فرق في الانواع، في الليكويد السائل او الفوم. السائل طبعا احسن وافكتيف جدا لان الفروه بتمتصه بسرعه، بالتالي بيطلع الريزلتس احسن. لكن الفوم عنده 3 مميزات مش موجوده في السائل. اول حاجه انه مش بيزيد فروه الراس زي ما السائل بيعمل. تاني حاجه انه مش بينزل على ايدك، يعني هتعرفي تكنترول اكتر. تالت حاجة ان هو بيبقى خالي من مادة بتبقى موجودة في السائل اسمها بروبالين جلايكول، واللي هي ممكن تسبب عند بعض الناس التهابات او حكة. نوع الفوم كويس لأي حد عنده حساسية من السائل. انا من رأيي ان جربوا الليكويد عادي، ولو ما ارتحتوش فيه بسبب العيوب اللي انا قلتها دي، خلاص استخدموا الفوم. حاجة كمان مهمة ممكن نعملها عشان نميك شور ان احنا ما عندناش حساسية ضده، ان احنا ممكن نجربها على ايدينا ونستنى لتاني يوم. لو ما حصلش احمرار او التهاب يبقى كده عادي، ممكن نحطه على الفرو. نيجي بقى لطريقة الاستخدام. هو بيستخدم 6 بخات، الرجالة صبح وبالليل، والسيدات صبح بس، وساعات في بعض حالات التساقط الشديد بيبقى صبح وبالليل، يعني على حسب حالتك. وبيتحط على فروة الراس وهي جافة تماما. ولو عايزة تحطي برودكت بعدها عشان تسرحي شعرك او كده، فلازم تستني اتليست 4 ساعات عشان نميك شور ان هو نشف تماما وان الفروة امتصته كويس. حاجة كمان وهي واحنا بنحط على الحتة اللي احنا عايزين فيها شعرنا ينبت فيها، مثلا هنا بنحط ونفرك مدة 5 ثواني او 10، وبعد كده نسرح بالمشط في اتجاه واحد عشان الشعر اللي يطلع هيطلع في نفس الاتجاه ده. اهم حاجة كمان ما نحطش اي طرحة او اي حاجة لحد ما نميك شور ان هو نشف تماما، وما نستخدمش اي برودكت قبل ما ينشف،
ولا كمان نحاول ننشفه بالسشوار، لان احنا كده مش هنستفاد بيه، احنا كده مستعجلين وبنضحك على نفسنا. طيب فترة الاستخدام بتبقى اتليست 6 شهور، وده عشان نلاقي نتيجة كويسة. والكلام ده طبعا للناس اللي هي مشكلتها مش وراثية، انما اللي مشكلتهم وراثية زي ما قلنا طول العمر. ولما نيجي نوقف للناس اللي هي مشكلتهم مش وراثية بنوقف بالتدريج زي ما قلت من شوية. طبعا وارد زي ما اتفقنا انه ممكن يعمل اعراض خفيفة زي الحكة، او انه ممكن يعمل قشرة او التهاب خفيف، بس طول ما الموضوع خفيف وانتم مستحملين عادي كملوا مفيش مشاكل. لكن لو حسيتوا ان الموضوع زاد او اوفر نرجع للدكتور بتاعنا عشان يوقفه. كمان مهم قوي وانا بستخدمه شوية تعليمات لازم امشي عليها. اول حاجة اني استخدم ميديكال جلوفز، جوانتيات طبية وانا بستخدمه، وبفرك على الفروة او على الحتة اللي انا عايزاها تطلع شعر، عشان انا لو حطيته على ايدي ممكن ينزل وعلى ايدي ويطلع لي شعر فيها، وده طبعا انا مش عاوزاه. فعشان كده لازم نستخدم جوانتي واحنا بنحطه عشان هو افكتيف جدا. تاني حاجة انه احنا بنسرح عشان نخلي الشعر اللي طالع كله في اتجاه واحد، ما نجرحش في فروة الراس، يعني نسرح بالراحة، عشان لو سرحتي جامد وتعورتي مش هينفع تحطي، ولو سرحتي جامد وجرحتي الفروة هيحصل ان انتي هتتعوري وما ينفعش تحطيه، لان هو هيسبب لك اعراض جانبية تانية زي الحكة والالتهاب، وانه هيجيب لك صداع، لانه حرفيا دايركتلي بقى على اللحم، فهيسبب لك مشاكل. فمحدش يجرح فروة راسه، يعني بالراحة، سرحوا بالراحة يا جماعة. طيب في ناس كتير بتشتكي انه بيطلع لها شعر في وشها. عامة المينوكسيديل بيشتغل بشكل موضعي، بمعنى انه بيطلع شعر في الحتة اللي انا رشيت فيها بس. فممكن مثلا وانتي بترشي عند بداية خط الشعر هنا في شوية نزلوا على قورتك او على وشك فطلع لك شعر طبيعي. عشان كده قلت فوق ان احنا ما نحطوش واحنا شعرنا مبلول. ليه؟ لان المية اللي نازلة على وشك هتاخد المادة وتنزل، فبالتالي برضو شعرك هيطلع له شعر، فبالتالي وشك هيطلع له شعر. كمان السبراي او البخاخة اللي بيبقى موجود فيها، يعني مثلا احنا لما نيجي نبخ في الحتة دي احنا بنيجي يعني بنرش كده، فبالتالي الرذاذ بينتشر، فبالتالي ممكن يجي حبة على وشك، فكده برضو هيطلع لك شعر. وكمان الناس اللي هي فائقة الذكاء اللي هي ممكن ما لبستش جوانتي وجت وحطته بايديها عادي وفركت وكله تمام، بس بعد شويه جت تحط ايديها على وشها، ما كده هيطلع لك شعر ودقن وكل حاجه يعني. طيب نيجي للبوينت اللي بعدها، وهو سؤال هل ممكن استخدم المينوكسيديل من غير ما اروح اكشف او دكتور او كده؟ عامه المينوكسيديل ممكن تاخديه من غير روشته عادي ومن غير كشف عادي، بس انا من رايي ان احنا نتابع مع دكتور جلديه بحيث يوصف الجرعه المناسبه كويس ويوصف الحاله اللي انت فيها ويقولك امتى توقفي، وكمان لو الحوار فيه مشكله اساسيه يقولك علاج المشكله الاول قبل ما تستخدميه، وكمان برضو يدينا فيتامينز معينه تساعد لما نيجي نوقفه بالتدريج. لكن برضو عادي مش هقدر اقول لكم لا، انتوا ممكن تجيبوه عادي من غير كشف او روشتة مادام احنا متاكدين من الحاله اللي عندنا. وحابه انوه الموضوع مهم جدا ان هو ممنوع الحوامل تستخدمه، وموضوع الرضاعه اختلفت فيه الاراء، فخلينا في السيف سايد ومحدش بيرضع يستخدمه، يعني استني لما تخلصي رضاعه وبعد كده استخدميه عادي. وكمان ممنوع للاطفال اللي اقل من 15 سنه والناس اللي عندها ضغط واطي بزياده. هو طبعا زي ما قلنا في الاول ان هو دواء للضغط العالي فبيوطي الضغط، فممكن بعد فترة يشتغل من جوه الجسم فيوطي الضغط زيادة، وممكن بعد فترة من استخدامه يشتغل من جوه الجسم ويوطي الضغط. فلو حسيتي ساعتها بدوخة او ضغطك وطى زيادة عن اللزوم فتعرفي انك لازم توقفيه وانه مش هينفعلك. اخر بوينت هنتكلم عنها وهي هل في alternative بديل للمينوكسيديل؟ وحسب الحالة، يعني لو مش وراثي لا في بديل بدل 1/10، اما لو وراثي ففي حلول تانية بس محدش يفكر انه هيستخدمها مرة واحدة وخلاص، لا هو في حاجات زي فيشي وكامينو موتو ودوكري، بس الحاجات دي غالية جدا لمدة 3 شهور ونوقفها وبعديها زيها السنة الجاية. بس زي ما قلت هي غالية جدا، يعني لو جينا نقارن من الناحية المادية باننا نجيبها 3 شهور هتبقى هي لو استخدمنا المينوكسيديل طول السنة. انتوا لو مش عايزين تستمروا على المينوكسيديل لمدة سنة كاملة انتوا ممكن تجيبوا الحاجات دي عادي. بس honestly برغم ان الحاجات دي سعرها غالي لكن المينوكسيديل حرفيا هو احلى حاجة واقوى حاجة وبيجيب من الاخر، رغم ان مشكلته بس ان هو في حالة الصلع الوراثي هنستمر عليه طول العمر. طيب كده الفيديو خلص،
متنسوش تعملوا لايك الفيديو لو عجبكم، سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.